معايا يكون عندك كل شيء، الجيش، الفلوس، وكذلك السلطة، وتوصل بك الوقاحة لدرجة تقول للناس أنا هو الله. هادشي اللي داروا واحد الحاكم ظالم اللي كيعتبروه المؤرخين من أقوى وأطغى الملوك اللي دازوا على وجه الكرة الأرضية. وخليكم مع قصة اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى إن شاء الله وانتوما كتشوفوا هذا الفيديو وهذه القصة تكونوا في أحسن الأحوال. القصة ديال اليوم هي القصة ديال الملك الظالم النمرود. هو واحد من أقوى وأعظم الملوك اللي حكموا الأرض في العصور القديمة. تذكر في التاريخ بكونه ملك تجبر وطغى وادعى الألوهية. كان كيحكم في بابل، وكان الأب ديالو الاسم ديالو كوش بن حام بن نوح، أي أن الجد ديالو الكبير هو سيدنا نوح عليه السلام، والأم ديالو كانت مسمية بقرنابيل. نمرود ما كاينش شي اسم ديالو مذكور في القرآن نهائيا أو في الأحاديث النبوية الصحيحة المرفوعة، ولكن كاين واحد الوصف ليلو مع الواقعة ديالو مع قصة سيدنا إبراهيم. كاين واحد الكتاب ديال ابن كثير اللي مسميه بداية ونهاية، كيقول أن عن أثر نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أن ملوك الدنيا هم 4: 2 مؤمنان و2 كافران. المؤمنان هما سيدنا سليمان بن داود عليه السلام والملك ذو القرنين. أما الكافران هما النمرود وبخت نصر، اللي إن شاء الله غادي يجي واحد النهار وغنحكي لكم القصة ديال بخت نصر. مزيان، دابا تعرفنا على هذا المتجبر الطاغي. الآن غادي ندخلوا للب القصة وكيفاش هذا الشخص تحول من مجرد إنسان عادي لملك ظالم. واش عمركم سولتوا راسكم كيفاش واحد يقدر يسيطر على عقول البشر لدرجة أنهم يعبدوه؟ النمرود ما تولدش ملك، ولكن كان عنده طموح اللي خلاه أنه يفقد السيطرة على الأفعال ديالو بزاف. والمؤرخين كيقولوا باللي النمرود كان من أول الناس اللي استخدم وأسس نظام الحكم الاستبدادي في التاريخ. كان كيعيش في العراق اللي هي بابل شحال هادي، وهي العراق حاليا. وهاديك المدينة ديك الساعة اللي كانت مسمية بابل كانت كتعرف واحد التطور اللي هو كبير، ولكن نمرود كان عنده ذكاء حاد، ذكاء خارق. مع الأسف ما استغلوش في الخير، استغلوا في الشر. والبداية ديالو كانت كقائد عسكري، كان شجاع وقوي، وبفضل هاد الميزة بدا كيكسب ولاء الناس. في ديك الوقيته الناس كانت محتاجة لشي حد يحميها وينظم ليها الحياة ديالها، وهادشي اللي استغلو النمرود، وبدا كيفرض السلطة ديالو بشوية بشوية حتى ولا هو اللي كيحكم كل صغيرة وكبيرة في بابل. ولكن الطمع ديالو ما وقفوش عند الحكم وصافي. النمرود كان كيشوف راسو فوق القانون وفوق البشر وفوق كل خلق الله. وكتقول الروايات باللي أن الشيطان أي إبليس لعنة الله عليه كان هو اللي كيوسوسلو في الدماغ ديالو وكيوريه الطرق كيفاش يزيد يتجبر وكيعلمو كيفاش يعصى الله. تخيلوا معايا، وصل به الغرور لدرجة أنه كون جيش ما كاينش في حاله نهائيا، وجمع به ودور به الناس اللي كيسمعوا له وكيطيعوه وكيطيعوا الأوامر ديالو بلا ما يتناقش معاهم. وباش يكمل هاد الصورة اللي راسم في دماغه على أنه هو الإله، بدا كيتحكم في الأرزاق ديال الناس في ديك الساعة، واللي طاعو كيعطيه واللي عرضو كيحيد ليه. وبحال هكذا تحول النمرود من ملك قوي إلى ملك طاغية كيدعي أنه هو اللي كيحيي وكيميت. وأيضا بدا كيمارس نظام التبعية للناس،
باش ياكلو خصهم يمشيو للمخازن ديالو، وملي كيوصلوا لعندو كيسقسيهم من ربك. الا قالوا له انت ربي كيعطيهم الماكله والرزق ديالهم اللي هو من حقهم. ولا كان شي واحد كيرفض يقول هاد الكلمه كاين كيخليه بالجوع. وكذلك غادي ندخلوا هنا في واحد الصراع بين الحق والباطل، لان الملك النمرود كان كيعيش في واحد الحقبه الزمنيه ديال نفس الحقبه اللي كانت فيها الدعوه والنبوه ديال سيدنا ابراهيم عليه السلام، اي قرابه الالفيه الثانيه والالفيه الثالثه قبل الميلاد. كيقول المؤرخين ان فتره حكم النمرود هي 4 قرون، اي 400 عام. وكاين اللي كيقول انه عاش 400 عام أخرى من بعد ما سالت فترة الحكم ديالو اللي عاشها. وطبعا هاد الفترة اللي عاشها من بعد الحكم كلها عذاب وألم اللي غنحكي لكم في القصة. دابا ننتقلوا لأهم بناء تبنى في التاريخ اللي هو برج بابل، اللي قرر النمرود أنه يبنيه، وكلفوا آلاف العمال باستعمال الطوب المحروق والطوب القار باش يولي بناء شاهق جدا. وكيتعتبر هذا البرج من أشهر الأبراج التاريخية، بحيث تذكر في الكتاب المقدس أي الكتاب ديال المسيحيين. كيقولوا أن النمرود ابناه باش يتخباو من الطوفان إلا ربي سلط عليهم الطوفان فحال اللي وقع مع قوم سيدنا نوح عليه السلام. بهذا الفعل كيبينوا التحدي ديالهم لعظمة قدرة الله عز وجل، ولكن قدرة الله فوق كل شيء سبحانه العظيم القوي. وكاين أيضا رواية أخرى في سفر التكوين كيقولوا أنهم بناو البرج باش يطلعوا يشوفوا ربي سبحانه وتعالى، ظنا منهم أنهم غير غيطلعوا غيبان لهم ربي، استغفر الله العلي العظيم. ولكن عظمة الله خلاتهم ملي طلعوا بداو كيبنيو وطلعوا زعما باش يبدا يشوفوا واش كيبان لهم ولا ما كيبان لهم والو. ربي عذبهم اشد عذاب، هو انهم هبطوا من تما كل واحد فيهم كيهضر بلغه لدرجه ان شي ما كيفهمش. وهنا هذا هو السبب اللي خلاهم ما يقدروش انهم يكملوا البناء ديال داك الصرح العظيم. وهنا غادي ندوزو للنهار اللي تصدمات فيه القوة المغرورة ديال النمرود مع حكمة التوحيد ديال سيدنا إبراهيم عليه السلام. النمرود وصلوا الخبار باللي كاين واحد الشاب الاسم ديالو إبراهيم كيدعي لتوحيد الله وكيحطم الأصنام. هنا أمر بالإحضار ديالو للقصر باش زعما يأدبو قدام الحاشية ديالو. دخل إبراهيم عليه السلام بكل هيبة وبكل وقار ديال النبوة، بلا خوف بلا تدلل. وهنا النمرود بدا بالاستفزاز ديال نبي الله، وبدا الحوار ديالو باستعلائية وتكبر، وسولو بتهكم شكون هو الرب ديالك اللي كتقول عليه. وهذا في حد ذاته تقليل من دعوة ديال سيدنا إبراهيم، لكن الحكمة الإبراهيمية غادي تجاوب وما خلاتوش يتعصب، ما خلاتش نبي الله يتعصب، وغادي يقول له ربي الذي يحيي ويميت. هنا النمرود بقى كيضحك كيستهزأ، جاب جوج محبوسين. السجين الأول هنا غادي يصفيها له وغادي يقول له ها أنا قدرت أنني نميت، وجاب الثاني وطلق السراح ديالو قال له انا حيت. هنا كان عند بالو النمرود باللي بهذا التلاعب اللفظي غادي يغلب نبي الله، ولكن نبي الله عليه السلام قرر انه يحطو قدام الحقيقه الكونيه اللي ما يمكن حتى شي بشر انه يتحكم فيها من غير الله سبحانه وتعالى. قال له بكل وضوح فإن الله يأتي بالشمس من مشرقها فاتي بها من مغربها. هنا لحظة صمت عمت القصر كله، والنمرود تحط في واحد الموقف لا يحسد عليه. وكما جاء في الآية 258 من سورة البقرة، يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. في هذه الآية تم الشرح ديال الموقف اللي جمع بين النمرود وسيدنا إبراهيم، وبدون أي ذكر الاسم ديال الملك، فقط وصف الأحداث اللي وقعت. هادشي علاش قلت لكم في الأول أنه ما مذكورش بالاسم في القرآن أو في الأحاديث الصحيحة المرفوعة. هنا ملي تصدم أي بوهيت بقى عنده ما يقول، حيت الملك اللي كان كيدعي الألوهية ما يقدرش أنه يحرك كوكب واحد ولا يغير نظام كوني بسيط أمام عظمة الله. هاد السكوت ديال النمرود كان هو الشرارة اللي خلاته يغلي من الكره تجاه نبي الله، وما كانش باغي يبان قدام الشعب ديالو باللي هو مغلوب. هنا بدا كيشكك الناس في الافكار سيدنا ابراهيم، وبدا كيهدد الناس انهم الا مشاو تتبعوا الافكار ديال سيدنا ابراهيم، اي سياسه الترهيب، غادي ينتقم منهم اشد انتقام. النمرود عرف ان سيدنا ابراهيم كاين اللي غادي يتبعوه وغادي يامن بالدعوه ديالو، والشاب كيهضر واثق من الدعوه ديالو لانها دعوه صحيحه. هاد النمرود قرر أنه يمر للأمر اللي هو السهل، أي أمر التصفية. عند بالو أن أجي أصفيها لنبي من أنبياء الله. وهنا من بعد هاد المواجهة تشحن الجو في مدينة بابل، ولاو الناس كيقولوا كيفاش إبراهيم غلب النمرود بكلمة وحدة، والنمرود عجز عن تحقيق مطلب إبراهيم. هنا النمرود ملي شاف راسو تفافى ومجبر باش يجاوب، غيمشي للحاجه الساهله فحال اللي قلنا. هنا غادي يأمر الناس انهم يجمعوا الحطب من كل بلاصه باش يصنع اكبر نار عرفها تاريخ البشريه. حتى من الاطفال امرهم انهم يجمعوا الحطب، لدرجه انهم ملي شعلوا النار غير الطائر اللي كان كيطير فوق منها كتوصل له درجه الحراره ديالها وكيطيح. وكذلك كان حاط العين على الناس اللي ما بغاوش يجمعوا الحطب وصنفهم من الخائنين. النمرود كان باغي ابراهيم يتوسل ليه ويرغبو ويرضخ الامر الواقع بحال اللي كيعملوا معاه اغلبيه الحاشيه ديالو ويرجع في كلامه، ولكن بقوة إيمانه بالله الواحد الأحد بقى صامد أمام هذا الابتلاء. وهنا جات اللحظة الحاسمة، وبما أن النار كانت قوية وما يقدر حتى شي حد يقرب ليها، غادي يصنعوا واحد الآلة اللي هي المنجنيق. هذه واحد الآلة كتسيب ولا كتقذف الأشياء على مسافات بعيدة. الناس كلهم كينتظروا يشوفوا نبي الله في وسط النار. ملي طلقوا نبي الله الى النار وكان سيدنا ابراهيم طاير في السماء باش يسقط فوق النار، غادي يبدا يردد الدعاء الشهير اللي لحد الان كيتردد على الاجيال واجيال. كاين كيقول حسبي الله ونعم الوكيل. وهنا سبحان الله قبل ما يوصل الى النار نزل امر الهي قلب قوانين الطبيعه. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النار اللي كانت كتذوب الحديد ولات بستان من فيه برودة وسكينة، والناس تصدموا فاش شافوا إبراهيم جالس كيذكر الله بدون ما يمسوا أي سوء أو أذى، وشافوا أن الله اللي كيدعي ليه إبراهيم وكيدعي للإيمان به هو الإله الصحيح والواحد الأحد اللي قادر يتحكم في الكون. وهنا النمرود ما بقاش قادر يواجه الشعب ديالو، وبقى مصدوم من هول المنظر ومصدوم من عظمة الله سبحانه وتعالى، وبدا كيتملص وكيقول أن هذا ماشي معجزة، هذه ماشي معجزة، هذا فقط سحر من عمل الشيطان باش يتملص
من الجواب ويتملص من الحقيقة اللي ما قدرش أن العقل ديالو يستوعبها. ومن بعد هاد المعجزة جا الوقت ديال العقاب النمرود من عند الله سبحانه وتعالى. كيقولوا المؤرخين أن الله سلط عليه ناموسة، أي بعوضة صغيرة دخلت من الأنف ديالو حتى وصلت للدماغ ديالو، وبدات كتاكل في الدماغ ديالو نهار على نهار، بقى كيتوسل لدرجة أنه شوفوا عظمة الله، شوفوا انتقام الله عز وجل، لدرجة أنه كان كيتوصل للناس، كيتوصل وكيرغبهم باش يضربوه بالنعال ديالهم، بالأحذية بالنعال ديالهم، يضربوه لراسو لعل وعسى يتخفف ديك الآلام عليه شوية. تخيلوا معايا ملك جبار اللي كانوا الناس بمجرد سماع الاسم ديالو كيترعبوا، الأعوام القرون غادي تسالي حياته بسبب بعوضة أصغر حشرة في الكون. وفحال اللي سبق وذكرت بقى لمدة 4 قرون أخرى من بعد الحكم ديالو على هاد الحال ديال العذاب والألم. خلاصة القول، هذا عدل الله. هاد الملك شفنا عدالة الله تحققت فيه في الدنيا قبل الآخرة. العدل من عند اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، العادل. هنا غادي نستنتجو واحد الخلاصة اللي هي ماشي سهلة، هي أن القوة ماشي في الجبروت وفي الصوت وفي التعالي وفي الحقرة، لا، القوة هي قوة الحق وقوة كلمة الحق. نتمنى تكون القصة ديال اليوم نالت الإعجاب ديالكم، وشاركوني في التعاليق شنو الاستفادة اللي استفدتم من القصة. وشكرا على المتابعة ديالكم. دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى قصة أخرى إن شاء الله. شكرا لكم.